انه كل الرجاله بقوا نرجسيين وكل العلاقات أيوة. بقت توكسيك وكل الرجاله بقت افويدنت. طب الداتا بتقول لنا ايه؟ احنا عندنا داتا وعندنا ريسيرش جزء من الحقيقه بس التعميم والليبلينج مؤذي طبعا. طبعا. جودة حياتنا من جودة علاقاتنا، وعشان كده لما بنيجي نقيم صحتنا النفسية مهم جدا ان احنا نتكلم عن العلاقات اللي في حياتنا. معانا النهاردة الأخصائية النفسية شيري بطرس هتكلمنا عن العلاقات وعن الكابلز ثيرابي. هلو يا سلمى. ازيك؟ مبسوطين قوي ان انت معانا. انا لسه بقول لسلمى احنا اصحاب فيرتشوال على الانترنت لسنين. الحمد لله. ايه اللذيذه اللي انتوا عاملينها دي. شكرا. مبسوطه قوي بالمصر الصحاب افري وير. انا مبدئيا متحمسه قوي ان احنا نتكلم على توبيك الريليشن شيبس. سلمى بالذات عارفه قد ايه انا بحبه بيرسونلي وبروفيشنلي يعني، وبحس ان في كابلز ثيرابيستس مش كتير قوي او قليلين في مصر، فهنستغل معلوماتك النهارده ويمكن عايزين نهاف كونفرسيشن كده على الكابلز والكابلز ثيرابي. اوكي، فيمكن اول سؤال بحكم شغلك او بحكم خبرتك، الكابلز او يعني الناس اللي ممكن تبقى عايزه المرتبطه او متجوزه بتيجي كابلز ثيرابي ليه؟ طيب انا هحط زي انترو كده في الاول عجبتني وانتوا بتتكلموا ان هي ازاي ان العلاقات اصلا مهمه وجودتها من جوده حياتنا، وانه وهربطه بالسؤال اللي انت قلتيه، لانه انا حاسه انه على قد ما ده كان توبيك وبيلر مهمه قوي في حياتنا وفي الويل بينج بتاعنا، على قد ما احنا مزقوقين قوي الديكيد الاخيره او العشر سنين الاخيره للاحاديه والسلف سفيشنسي، وان انت تعرف تعملها لوحدك وانت جامد قوي، وايفن احنا بنتحرك حتى الانديفيديوليزم ما كانش في عربيتنا ولا كانت في الكالتشر بتاعتنا. يعني بقينا نطلب الاكل في البيت، مع ان في انتراكشن لذيذ هيحصل لما انا هقف مع الراجل وهطلب وترشح لي سندوتش كذا ولا كذا، بس بقى من على الاب. السوبر ماركت بقينا بنطلب من على الاب، بقينا فيرتشوال فريندز لمده طويله من غير ما نتقابل ان بيرسون. فعايزه اقول انه هو فعلا جوده حياتنا كانت ليها علاقه كبيره بالعلاقات، بس النهارده تقييم العلاقات دي والديفينيشن بتاعها بقى واخد شكل تاني غير اللي احنا كنا متعودين عليه زمان. هل ده أثر كمان بقى على العلاقات بتاعه الكابلز مع بعض او الناس اللي هم على الاقل لسه بيديتوا؟ ديفينتلي. الناس بتيجي ليه؟ the most common challenge اللي بيتقال اول ما الناس بتدخل، احنا مش عارفين نفهم بعض، احنا عندنا مشكله في الكوميونيكيشن، هي اتغيرت هو اتغير، which underlying كمان جمله اسمها كانه لما اتغير ما بقتش عارفه اتعامل معاه، او كانها لما اتغيرت ما بقتش عارفه اتعامل معاه. فذا موست كومن او اكتر حاجه متعارف عليها ان الناس جايه بتتكلم عليها هي انه كوميونيكيشن، احنا عندنا مشكله ومش عارفين التواصل، مش عارفين نتواصل مع بعض ومش عارفين نفهم بعض. انا مصدقه انه كل حد فينا اختار علم النفس لاسباب شخصيه قبل الجنون بعلم النفس وقبل حب بعلم النفس. وانا كانت قصتي كده، ان انا لما اخترت كمان كابلز ثيرابي كانت فيها جزء كبير قصتي انا، ان انا بعد وقت من ولادتي I struggled a lot انا وجوزي، وابتدينا نحس انه لا احنا فعلا بني ادمين مختلفين، احنا بعد الجواز كهازبند اند وايف حاجه، وبعد ما بقينا شكل تاني طبعا وفادر اند ماذر ده another layer او طبقه تانية من العلاقه ما كناش متعودين عليه. فمنها ابتدينا نفهم اكتر هو ايه كابلز ثيرابي وايه فعلا اللي بيبقى الناس حاساه ومحتاجاه، حتى لو هي مش عارفه تعبر عنه قوي، بس يمكن عشان كل حد فينا مشي سكه مع نفسه وعضدها بالدراسه، فابتدت يبقى ليها معنى واحنا قاعدين بقى في الثيرابي روم، وفيها عمق احساس حاجات تانية ممكن يكون لو حد ما مشيش السكه دي. عشان كده واحنا بنتعلم بيقولوا لنا خليكم بليز ان ثيرابي، لانه انتوا في الاخر هتقعدوا في الكرسي ده وهتبقوا ثيرابيست. فالمتعارف عليه انه دي المشاكل اللي بتتقال، بس تحت كل ده اكتر مدرسه علاجيه بتشتغل مع الكوبلز بتسميها attachment wound، او في جرح في التعلق، في شرخ حصل في العلاقه او من طرف من الطرفين، واحتمال في اوقات كتيره بيبقى اصلا برانه، ما بيبقاش كل طرف قاصد ان هو يسبب الشرخ ده، وبسببه
ما بقيناش نشوف بعض بالشكل اللي احنا حابين بعض عليه في الاول، او ما بقاش شكل العلاقه as familiar as it used to be زي زمان. بالظبط. هديلك فولو اب كويستشن كده على الحته دي. يمكن بحكم شغلنا ان احنا بنشتغل مع individuals، فبنشتغل مع شخص واحد. عاده بيبقى الشخص جاي بيحكي لي على مشكله مع مراته او مشكله مع خطيبته. فده كان سؤال انا وسلمى ساعات بنساله لبعض، هو بتحسي الناس بتروح الكابلز ثيرابي متاخر او في مراحل متاخره، ولا في درايه من الاول فبيجي لك الناس يمكن في مرحله بدري شويه؟ لان اللي انا بلاحظه ان بيبقى في مفاهيم ممكن تخلي شخص يتاخر في انه يروح كابلز ثيرابي، زي احنا مش متجوزين، او الكابلز ثيرابي دي اخر مرحله قبل الطلاق، مفيش حاجه تستدعي. بالظبط. فاللي انا بحسه بحكم خبرتي انا في الانديفيدوال ثيرابي ان ساعات الناس بتاخر لان ده قبل اخر حل او ده اخر حل. وسبب كمان اكشلي انا بحس ان الناس كتير من اللي انا بشوفهم بيبقوا دايما فاكرين انه الطرف الثاني هو المشكله، فانا اروح كابلز ثيرابي ليه؟ ده المفروض هو او هي اللي تروح تتعالج او كده. فده احدى المفاهيم برضو اللي ممكن ساعات بتوقف الناس. بالظبط. فانتي بتحسي ان هما بيجوا متاخر، ولا بتلاقي ان لا عاده بيجوا في مرحله كويسه؟ يعني ايه التايم لاين اللي انت شايفاه؟ حلو. انا مش هاخد الكوبلز ثيرابي بمعزل عن الثيرابي عامه في مصر او في المجتمع العربي عامله ازاي. احنا بنتكلم على حاجه ما بقت كومن اكتر let's say اخر 10 15 20 سنه، وده كان حتى اللي بنشوفه في الانديفيديوال ثيرابي او العلاج الفردي، ان هو خلاص جاب اخره خالص او وصل لمرحله صعبة من الاكتئاب او من التوتر او من البانيك اتاكس او حتى الانتحار، وبناء عليها ابتدى اللي حواليه يقولوا له اوكي يو نيد تو سيك ثيرابي او انت محتاج تبتدي علاج نفسي. الوعي اللي احنا بنحاول نعمله على العلاج الفردي ما وصلش لسه قوي في العلاج الزوجي او العلاج الكوبلز. انه دلوقتي بقى فيه كلام كتير انه لا مش لازم تهيت روك بوتم وتوصل للاخر خالص علشان تبتدي بالظبط العلاج النفسي. انت ممكن تبقى في مفترق طرق ومحتاج حد يساعدك، عايز تستكشف نفسك بالظبط، عايز تعرف روحك اكتر. فده واخد شكل احسن شويه. بقوا ييجوا ناس ممكن ما يبقوش سيفيرلي منتلي ال او عندهم مرض نفسي واضح ونقدر نشخصه، بس هو جاي محتار في علاقه، محتار في قرار شغل، محتار في اي حاجه. الاغلبيه دلوقتي بتوصل انه لا زي اللي انت بتقولي، انه احنا على حافه الطلاق او احنا على حافه الانفصال حتى لو احنا بس كابلز، وفكرنا انه ده يعني our last heaven او دي اخر بوابه لازم نخبط عليها علشان ناخد القرار الصح. يعني ده بقى لعوامل كتيرة قوي، لعوامل ان احنا مثلا مش البلاد اللي عندها بريماريتال او الاستعداد ما قبل الزواج او الاستعدادات الاولانية اصلا مش كومن قوي او مش معروفة قوي في مصر والوطن العربي. ده سبب. السبب التاني انه احنا مؤخرا الكتب بتاعت السلف هيلب والمساعدة الانسانية اللي هو حد يفتح ويقرأ لوحده. انا فاكرة مثلا في المدرسة كان ايه اكتر كتاب بيكلمنا عن العلاقات؟ Men are from Mars Women are from Venus. ده اللي هو ايه يعني مسكناه وهريناه وقريناه 7 مرات من كتر ما احنا ما عندناش حاجه ايدنتيفاي هو انا بعمل كده ليه واللي قدامي كمان بيعمل كده ليه، وخد مننا بقى ايه يعني ايام الجامعه كلها. فانا عايزه اقول انه لا، هو مؤخرا ابتدت تبقى في حاجات بس دي لو هنحطها في كومباريزن او في مقارنه بالعلاقه بقى عمال يتاخد منها ايه رصيد جنب ان انا عرفت لي حاجه تسندني، لا قليله قوي. يعني المعرفه السلف هيلب او المعرفه الانسانيه كومبيرد بقى بمواجهه المشاكل والتشالنجز والصعوبات بتاعه العلاقه ما تسندهاش ما تشيلهاش. فاللي النتيجه انه بعد ما الرصيد ده يخلص خالص وناخد من السيفنج وننزل تحت خالص، وانا هستخدم كلمه رصيد كتير when it comes to couples therapy، نبتدي نقول احنا في مصيبه، احنا محتاجين نتكلم في حاجه ليها علاقه بس مش ليها علاقه. في كده محامي مش عارفه لو حد فيكم عارفه اسمه جيمس سكستون، محامي طلاق في امريكا. أيوة. كان بيقول مره ان هو الناس اللي بتيجي تاخد رايه في المكتب عن مثلا اتطلق ولا لا او كده، فهو كان بيقول ان هو ساعتها بيقول لهم if you're in my office then it's probably too late. فكان بيقول ان الناس دايما بتيجي تاخد رايه professionally when it's too late، ولما تكون العلاقه خلاص يعني بتجيب اخرها. ف it's probably the same زي ما بتقولي في couples therapy، الناس بتوصل تكون العلاقه خلاص تدهورت جدا يعني وسط 5 خلاص الدنيا متدهوره
صغيره فيهم في حد ممكن يبقى بيقول احنا عايزين نشتغل اكتر على العلاقه، او لسه ما ارتبطوش اوفيشلي فعايزين يجوا يستعدوا. فالنسبه قليله بس في، يعني اتوقع بالوعي وبالقرايه وباللي بيحصل في المسلسلات وفي السوشيال ميديا I think يعني we're going there، ان احنا ما نبقاش بس على الامرجنسي او اللي هو حالات الطوارئ، لكن بنروح من قبل كده فور تشيك اب فور تشيك ان، ان احنا نطمن على نفسنا. لان اظن ده بيحط بريشر على الريليشن شيب. يعني انا لو انا مستعمل الكابلز ثيرابي كاخر وسيله ان انا احل المشكله اللي عندي، فلو انا قعدت مثلا 5-6 شهور بنروح لكابلز ثيرابيست مع بعض ومش شايف تحسن، فانا بضغط يعني بحط ضغط على الثيرابي نفسها، لان هي يا تنفع يا ما تنفعش، خلاص دي اخر حاجه. ففكره ان انا اروح من بدري زي ما انت قلتي وزي ما اتكلمنا قبل كده في مبدا الصيانه، ان احنا نصاين العربيه من بدري وان احنا نصاين الحاجات اللي عندنا من بدري، اظن ده ممكن يخف شويه الضغط على الكابلز ثيرابي انه ينجح حالا. انا بحب قوي، سوري لو قطعت، لا بحب قوي الرسمه اللي في اي علاج زواجي او علاج كابلز بيبتدوا بيها، انه في مي وفي يو وفي اس، والاس ده هو اول بيبي. فمن ضمن الاسئله اللي دايما بتتسال، ماشي احنا متجوزين بقى لنا 10 سنين 15 سنه، او احنا مع بعض ايام الجامعه كلها وبعد ما اشتغلنا فاحنا نعرف بعض بقى لنا 7 سنين، بس هي العلاقه ليها عمر كورنولوجيكال، زي ما انت كراجل كان عندك 28 سنه وانتي كان عندك 26 سنه. العلاقه ليها عمر وليها ايدنتيتي وليها شكل وليها مواصفات، وده كانه بيبي فعلا، يعني كانه في النص كده حاجه كل يوم، اللي شبهها بزرعه، اللي شبهها بان هو بانك اكاونت، وات ايفر التشبيهات اللي اختلفت من كل مدرسه علاجيه، لكن هي فعلا الاص دي هي دي اللي انا بعد ما بقعد معاها او بقعد معاه ببقى محتاجه اعرف الاص ده شكله ايه وعنده كام سنه ومخبوط فين ومتعور فين وناضج وكبير ونورشنج قوي فين، لانه هي دي اللي بتقول لي هم ليه هنا، هم ليه هنا في الاوضه النهارده. عارفين الاغنيه اللي كانت ترندنج على تيك توك اللي اسمها 1 + 1 = 3؟ ايوه دي اكشلي البنت اللي بتغنيها طلعت وشرحت قالت 1 + 1 = 3. انا قصدي انه انا وصاحبي والثلاثه دي العلاقه بتاعتنا يعني، فنفس الكونسيبت اللي انت بتقوليه. ايوه لسه شايفاه امبارح. ده تحضير بقى. طيب انت دلوقتي انت كنت هتقولي حاجه قطعتك. يو منشند وانت بتشرحي كده في الاول قلتي حاجه اتاتشمنت ووند، فعايزه كده اريوايند شويه ونتكلم على الاتاتشمنت، نتكلم على التعلق. على طبعا تيك توك والسوشيال ميديا عامه وكده مؤخرا بقى التيرم بتاع اتاتشمنت ستايل ده منتشر جدا، وحتى في الانديفيدوال بنشوف جداً. ناس كتير بنقول اللي هو يا دكتور انا اتاتشمنت انكشس اتاتشمنت مش عارف ايه كده، فاعايزين تشرحي لنا. قوي بخاف قوي بجد، بخاف من الدامج او الدينجر بتاع الليبلز والمعلومات اللي مش كامله، وان انا بقى في تيرم جديد اسمه ويبنايزنج يعني انا خدت كل الكلمات دي بقى وبقيت ايه هعرف اسلك بقى في اي خناقه، ما انت اصلك افويدنت، ما انت اصلك توكسيك، ما انت انكشس. فطبعا جدا انا لا ويبنايزنج از ا بيج ثينج حاصله دلوقتي في البوب سايكولوجي اللي هو بيحصل ثرو السوشيال ميديا، وده اللي يعني انا بالنسبه لي يا جماعه اقفلوا التيك توك بقى، اقفلوا خالص على فكره، اقفلوا عنهم النت واسكتوا، لان حاسه لو ما فيش حد متخصص هيطلع احنا بندي زي بالظبط التشخيص بتاع عندك مرض كذا مصدع بيجي لك اسهال كانسر، يا حلاوه اتس سكيري، وانه كل الرجاله بقوا نرجسيين وكل العلاقات بقت توكسيك وكل الرجاله بقت افويدنت. طب الداتا بتقول لنا ايه؟ احنا عندنا داتا وعندنا ريسيرش، جزء من الحقيقه بس التعميم والليبلينج مؤذي طبعا مؤذي كمان. طب احنا عايزين نستغل ده ان انت تشرحي لنا ايه هي الاتاتشمنت ستايلز اللي كل حد بيتكلم عنها، يعني ايه انماط التعلق وازاي تاثيرها على العلاقات بتاعتنا او العلاقات اللي انا بختارها. احنا عندنا اكتر 3 اشخاص درسوا في موضوع التعلق من سنين، ابتدت بتجربه بسيطه قوي ان هم كانوا بيجيبوا اطفال مع مامتهم او الكير جيفر ريجاردلس مين الكير جيفر، ويعزموا سترينجر. فانا معايا بنتي وعزمت فريده او سلمى وقعدنا مع بعض، وفعلا بنتي قاعده بتلعب واحنا الاثنين بنكونكت وبنهزر وبنضحك.
فاوتوماتيكلي الطفل بيبتدي يحس بسيفتي وبيبتدي بأمان. يحس انه في فاميلياريتي، واضح ان سلمى دي مش شريره، واضح ان فريده دي لذيذه، اوكي فاين. فانا ببتدي اسحب نفسي، ده هي دي التجربه، ده الاكسبيرمنت. فببتدي اسحب نفسي واقول انا عايزه اروح اعمل قهوه او جالي مشوار، اي حاجه، جالي تليفون، وبسيب بنتي معاكم. والمراقبه كلها في التجربه كانت بنتي هتتعامل ازاي مع الاغراب. ولان الاطفال نظرتهم للامان وللقيمه وللوقت وللفلوس وللجسم وللعلاقات ولكل حاجه من خلال عدستها دي، هي يعني هي بتشوف الحياه من خلالي. فتبتدي تقول اوكي in a very brief and simple، كأنها في حسبة بسيطة وصغيرة. اوكي دول واضح ان هم صحاب ماما، وماما كانت في امان معاهم وكانوا بيهزروا، فاذا انا في امان. فماما مشيت، انا تمام اقدر العب. تبتدي انت تلعبيه، وكان ده اللي بيبقى مطلوب من السترينجرز. وده اللي نور زكي دلوقتي بتعمله في الاي سي، انه يبتدوا يطلبوا من السترينجرز انه نخشوهم، لعبوهم، ادوهم جيفت بتاع، وشوفوا الرياكشنات. ورياكشنات الاطفال على سنين كتيره وعلى كولتشرز كتيره وثقافات كتيره اتقسمت ل4 انواع. طفل يبتدي يحس بالامان فيستجيب للعب. طفل تاني متعود ان ماما بتمشي كتير، او ما بلاقيهاش كتير، او ما عنديش ريفرنس كافي اللي حصل ده امان ولا مش امان، فياخد جنبه يتزربن جنب الباب ويفضل افويدنت قوي ويفضل خايف متجنب يعني لغايه ما ماما ترجع. وطفل تاني كلينجي، وانا ما بحبش الكلمه بس يعني في معرفته بماما وفي العلاقه دي بتقول متمسك بيها جدا، فيفضل مهما انتوا حاولتوا تلعبوه هو بيعيط او معترض جدا، مستني ماما تبقى بترجع. والاخير اللي هم ما عرفوش يصنفوه قوي، لانه كان في اوقات ممكن ينسحب، وفي اوقات بالظبط ملخبط، او في اوقات يبقى كلينجي ولا وعايز ماما اكتر، وده اللي سموه ديس اورجنايزد. يعني في اوقات ممكن يقرب منك بس يبعت من فريده، والعكس، مع ان انتوا الاثنين كنتوا قاعدين معايا مثلا. فتسمت الاربع يعني انواع التعلق الاربعه دول: الامن، المتجنب، الملاحق، او المتلخبط، او الديس اورجنايزد، حتى ما اعرفش بالعربيه يعني الفصحى ايه. المهم لاحظوا بقى الناس اللي جت بعد الثلاثه الاساسيين دول كانوا بيحاولوا يلاحظوا لو في longitudinal study او لو في دراسه على نفس الناس دول قدام في مراهقتهم او في الادلت هود بتاعهم لما يكبروا شكل علاقاتهم ايه. وابتدوا يتوقعوا ان بنسبه كبيره علاقتي ببابا وماما هي الرادار او هو اللينس الاصليه اللي تفتح عينيا على العلاقات الخارجيه. يعني كأن العلاقه الاولانيه خالص اللي هي زي ما انت قلتي واحنا صغيرين هي بتبريدكت شكل بالظبط، هي بتبريدكت بشكل كبير اختياراتي بعد كده في العلاقات اختياراتي بعد كده. هل ده حتمي لغايه ما يحصل لي اويرنس، حتمي لغايه ما القط نفسي، حتمي لغايه ما اقول فريده فيها من ماما كذا وفلان فيه من بابا كذا، وده كان بيستفزني قوي. وهو ده اللي بيحصل بقى في الكوبلز، انه بنلاقي ناس داخله بباكجز هي مش بتاعت جوزها ولا بتاعت مراته. انت جايب الباكج دي لان دي شنطتك، مش معناها هو يمكن يكون بيدوس على زراير بتفكرك ببابا او بتفكرك بمامتك. او طبعا يعني علاقه الراجل او الولد بمامته وعلاقه البنت بباباها انديكيتورز مهمه، بس طبعا في وونز تانية في الطفوله ممكن من الولد من باباه او البنت من مامتها، ده اكيد. فكل اللي الطرف الجديد ده يا عيني هو ما عملش حاجه غير ان هو جه داس على الزرار، هو جه بس هو جه وبغصب عنه، او يعني most of the time بيبقى غصب عنه، هو ماشي على لغم. فهو في رجل سلمت ورجل تانية طرقة. انت عارفه انا بشرحها ازاي في السيشنز؟ احنا عندنا كذا ثيري عاده بنشرحهم سيبريتلي. يعني عندنا اللي هي البيرنتنج ستايلز او اللي هي الطريقه اللي اهلنا ربونا بيها، دول 4، وعندنا الاتاتشمنت ستايلز دي ثيري تانية وجت من حد تاني، وبعدين عندنا الكوميونيكيشن ستايلز والباوندريز. فيمكن دي حاجه انا ربطتها وبحس ان هي بتسهل على الناس ان هم يفهموها، ان الطريقه اللي اهلي ربوني بيها 4. اوكي، عندك واحدة سكيور أو واحدة صحية، وعندك 3 authoritative. ممكن نقول إن هم يعني مش صحيين بأشكال مختلفة. فعندك 4 دول. الطريقة اللي أهلي ربوني بيها، أمي أو أبويا،
بتوصلني لان انا يمكن يبقى عندي طريقه تعلق مع امي او ابويا زي ما انتي قلتي. فالبيرنتنج ستايل بتاثر على الاتاتشمنت ستايل بتاعي وانا صغير. الاتاتشمنت ستايل بيكمل معايا بقيه حياتي طبعا بالاكسبيرينسز وبربايه اهلي ليا او بالطريقه اللي انا اتربيت بيها. وبعدين لو انا عندي اتاتشمنت ستايل صحي او غير صحي ده هيأثر على ايه؟ على الحدود اللي انا هحطها ما بيني وما بين الشخص التاني. فلو انا مثلا anxious او لو انا متوتر بحب ان انا ارضي الاخرين بخاف على العلاقات فباجي على نفسي عشان حد تاني فده هيأثر على الباوندريز بتاعتي. الباوندريز عندك ايه؟ 3 عندك حته واحده في النص كده صحيه و2 تانيين غير صحيين. لو الباوندريز بتاعتي او حدودي فيها حاجه مش مظبوطه او محتاجه تتصلح ده هيأثر على الطريقه اللي انا بكوميونيكيت بيها. فبالتالي هنوصل للكوميونيكيشن اللي هما برضو 4. عندك الباسيف والباسيف اجريسيف والاسيرتيف والاجريسيف. فعندك برضو 3 غير صحيين وواحده صحيه. فهي سلسله بتاثر على بعض. يس نو حاجه بتليد لحاجه. بالظبط. الاهل بيزرعوا البذره في رايي وبعدين احنا بنكمل السايكل. لو انا مش بعرف اكوميونيكيت وببقى سلبي في طريقه التواصل بتاعتي مع الناس عشان انا قلقانه على زعلهم او على الكوميونيكيشن او كده ما هو ده بيدخلني في نفس الدوامه بقى ان انا عندي مشكله في الباوندريز عندي مشكله في الاتاتشمنت. فالاهل كانهم زرعوا البذره والاكسبيرينسز وصلتني لمرحله معينه وانا شغال في دوامه محتاجه اكسرها بقى من اي حته. مش هعرف اكسر البيرنتنج ستايل بتاعي غالبا مش هعرف اغير الطريقه اللي اهلي ربوني بيها بس اقدر ان انا بالثيرابي او بالدرايه او بان انا اقرا اكتر اشتغل على الاتاتشمنت بتاعي اشتغل على الكوميونيكيشن بشكل براكتيكال اشتغل على الباوندريز ان انا ابقى مسؤوله عن مين يدخل ومين ما يدخلش بالظبط. فبحس ان كتير في العلاقات ممكن تلاقي ان حد الباوندريز بتاعته مش واضحه وبيحاول يشتغل على الباوندريز من غير ما يشتغل على انماط التعلق او الاتاتشمنت ستايلز او عايز يشتغل على الباوندريز بس مش قادر يطبقها في الكوميونيكيشن بتاعه. فبحس ان هي سلسله مربوطه او ببعض. يمسك في بابا وماما وما يسامحهمش بالظبط في البارنتنج ستايل. ودي بقى بجمله بقى ان احنا بنتكلم على الويبينايزنج. مؤخرا في حاجات كتير قوي ابتدت تتكلم مش بس على اتاتشمنت ستايلز لكن التمبرمنت الطباع. ايوه في اطفال من قبل ما بابا وماما يتدخلوا تماما هم شاي هم مش ما توقعش ان هم وان داي هيبقوا الانكشس هيبقوا الافويدنت او ميال للتجنب لانه هو خجول لان طباعه كده. الطباع بقى خلاص مش هندخل بقى في خلقه ربنا يعني دي جينات ماما جينات بابا بس بابا وماما لسه ساحبين ايديهم على فكره لسه ما ربوش من قبل ما يتدخلوا. من قبل 2 سنين مثلا كان كل العلاقه ممكن تبقى بس الامان والاحتياجات الجسديه والاحتياجات النفسيه ليها دور بس كمان التمبرمنت ليها دور. ودي وانا بحب اقول ده بصوت عالي لان في اوقات بحس عايزين نرحم اهالينا لان في وقت احنا علم النفس كربج الاهالي وحط عليهم لود عملوا سووا. انا مش هنسى اول درس مش درس يعني كانت مع مجموعه زي سايكو اديوكيشن كده كنت في تانية جامعه مثلا واول مره ادخل مجموعات علاجيه فيها سايكو اديوكيشن وفيها جروب هير اند ناو عن كميه الغضب اللي كنت برجع بيه كل جلسه لاهلي لان دي كانت الاي اوبنر بقى اللي هو ايه ده يعني ايه ديستورشنز يعني ايه افكار مغلوطه طرق التربيه الحدود ايه يعني ايه ان في شرطيه في القبول او شرطيه في الحب. فكنت برجع انا عايزه اكلكم على فكره انتوا السبب في كل اللي انا فيه ده. بعدين مع الوقت حسيت لا كفايه بقى يعني كفايه اللي بينا بتاعت ان هم اذونا اوكي تمام اللي منهم اذى بس في جينات ربنا سبحانه وتعالى خلاص ما عندناش ايد فيها زي لوننا وزي شعرنا وزي شكل جسمنا. في حاجات هتبقى جيناتيك عندنا جزء ان احنا نغير فيه بس في جزء تاني فعلا لو اهالينا كانوا رافعين ايديهم وده انا بتكلم على حاجه يعني فيري رير بس ايوه في تمبرمنت بتحدد حاجات كتير. الاهل بيجوا يعضدوها او لا او استجابه بقى هو ده اللي هرد عليكي فيه انه استجابه الاهل للطفل الشاي فهو كان خجول فالاب والام اللي هو يخرجوه بزياده او يضغطوا عليه بره طبيعته ده اكيد عمل له يعني كوبينج ميكانيزمز او وسائل دفاعيه او وسائل تكيفيه بطريقته ممكن يكون هنا اللي حصل. بس انا نفسي نرحم الاهالي وناخد مسؤوليه عن تعافينا
احنا بقى هنبقى مين وشكل علاقاتنا هيبقى ايه وهنربي عيالنا ازاي، يلا بقى يعني ورونا نفسنا كلنا على فكره نورينا نفسنا. واظن حتى لو في فعلا، عشان اكيد في كيسز بيبقى في فعلا حالات الاهل ضروا طبعا. ابنهم، ودي حاجه اتفهمها جدا ان هي بتسبب سكار كبيره. بس حتى في الحالات دي يمكن اللي انا انصح بيه ان احنا نركز على هو انا اقدر اكنترول ايه وما اقدرش اكنترول ايه. فانا هنا ودلوقتي بالظبط في اللي احنا فيه الهير اند ناو بالظبط. فانا اقدر ان انا اكنترول الثلاث حاجات اللي قلناهم، اللي هو طريقه تعلقي بالناس، الكوميونيكيشن، الباوندريز. للاسف مش هقدر ان انا ارجع والغي حاجات كتير حصلت، فان انا اتمسك بدي ممكن تاثر على علاقاتي دلوقتي زي ما انت قلتي بيجوا بباجج موجود دلوقتي. فهلاقي ان علاقاتي عامه بشكل ما بتبوظ او مش بتتحسن، لان انا متمسك بحاجه مش تحت سيطرتي او مش في الكنترول بتاعي. 100%. اولا انا عجبني اللي انت قلتيه عشان ليه علاقه بالشارع قالته في الاول لما قالت كل الكابلز بيخشوا يشتكوا من الكوميونيكيشن. فانت كانك رديتي على النقطه دي، قلتي انه اكشلي بقى الكوميونيكيشن ده تحتيه 1 2 3 4. فانه الناس فعلا بتيجي، ودي حاجه ممكن نتكلم عنها بعد شويه، يعني الناس عامه بتيجي سواء في الانديفيدوال او في الكابلز بيبقوا فاكرين ان في مشكله، وبعدين مع الكلام والجلسات وكده تكتشفي ان المشكله دي مش هي دي المشكله اصلا. أيوه. في حاجات تانية كتير. هو ده اللي ظاهر. ده اللي ظاهر. هو اول حاجه بتبان في الكوميونيكيشن احنا معاهم. فده بيقول كتير عن هم الستايلز اللي هم بقى بيحققوها او بيتكلموا بيها او بيتعاملوا بيها بره الثيرابي ايه، لان هو في الاخر مش هياخد نفسه بعيد عن حياته الحقيقيه اللي هو عايشها. جزء من الحياه وجلمس من الحياه دي ظاهره في الثيرابي روم. عايزه اسالك حاجتين. اول حاجه، هل انت ككابلز كونسلر يعني بتؤمني باهميه الكومباتيبيليتي بين الكابلز، او دي حاجه يعني او دي حاجه بتشوفيها بالظبط، او دي حاجه بتشوفيها انه في حاجه اسمها كابلز مش متوافقين مع بعض والكومباتيبيليتي طبعا تفرق؟ يعني احنا عندنا مدارس، يعني مثلا let's say 5-7 مدارس ابتدوا يدرسوا في الكابلز ورك عامه. في منهم مدرسه كانت اسمها بريب اند انريتش، كانت بتصدق قوي في الاسسمنتس البري ماريتال، ودي كانت اختبارات قبل الجواز، يعني قبل تقييمات قبل الجواز. بتحاول تبص على اهم 7 بيلرز في الكابلز دول. الكوميونيكيشن one of the يعني البيلرز او البيلرز بالعربي عواميد العلاقه. التواصل، والتواصل دي كانت مقسومه لحاجتين، لاي مدى بتعرفوا تسمعوا ولاي مدى بتعرفوا تقولوا لا. ودي لوحدها انا لما اتعملت لي انا شخصيا كنت حاسه ايه ده، هو ازاي اصلا الاسيرتيفنس محطوطه او الحزم محطوط تحت الكوميونيكيشن. وكنت مصدقه مثلا ان انا واحده انديفيديولي ان انا بعرف اقول لا، بس انا في العلاقه ما بقولش لا. ودي هنجيلها بقى في الكلام عن الحدود يعني. فاول عمود الكوميونيكيشن والتواصل. العمود الثاني شكل اللايف ستايل، من اول الصحاب والعلاقات بالاهل وكده. العلاقه بالدين، الريليجيوس والسبيريتشوال باك جراوند، الجزء الديني بالظبط. لاي مدى احنا كومباتبل او متوافقين في الحته دي. العلاقه الفلوس دي مش ناس كتير بتتكلم عنها بس دي سبب كبير. ولما اتعملت ابحاث في مصر على فكره لقوا ان الفلوس والانلو الاهالي اللي هو الحما والحموات والجنس من اكبر الاسباب اللي بتسبب انفصالات وطلاقات. دي ابحاث بقى في مصر. الحاجات اللي هي تابو نتكلم عنها، الجنس والفلوس، ما اظنش ان دي حاجات ناس تتكلم عنها. احنا ممكن نقعد مع ناس بال15 سنه and they've never ever brought up اي حاجه عن الجنس في علاقتهم او الفلوس. وممكن تبقى ده تحتيه حاجات كتيره قوي، من ان انا هنا مهدده وان انت هنا حاسه بعدم امان بس ايه اللي بيتقال؟ ممكن خناقه العيد، خناقه شوبينج الولاد، هنجيب بيت اكبر او هنجيب عربيه عامله ازاي، بس في حاجات مدفونه بالظبط. يعني هو ده اللي متقال، ده اللي على السطح، بس في حاجات تانية كتيره تحت ده. وحتى للبري ماريتال، يعني هنتجوز في المكان الفلاني ولا لا، هنرتبط ازاي، بس بيت عيلتك بس بيت عيلتي، يعني قصدي في حاجات كتيره ممكن تبقى هي دي اللي جايين بيها بالخناقه، بس هي تحتها مشاعر. وعايزه اقول هو ده اكشلي بيحصل في كابلز ثيرابي، ان انا بقول لهم بليز قولوا لي عن اخر خناقه، لانه من الخناقه هنبتدي بقى نفنط ونكسر
كده. فيعني باك للكومباتيبيليتي وهنيجي للكوبلز ثيرابي. تو سم ات اب هم السبعه زي ما قلنا: التواصل، العلاقه بالاهل، العلاقه بالفلوس، الخلفيه الدينيه او القيم او المبادئ او كده، اللايف ستايل لاي مدى، مين بيتمرن فالتاني بيحس ان هو لوحده، او العلاقات مع الاصحاب قريبين قوي والحاجه دي قيمه قوي في حياتك فيرسس ان حد تاني ممكن ما تبقاش. لا، والجنس، واخر حاجه المسؤوليات والادوار. المسؤوليات والادوار دي مهمه. دي احنا في مصيبه، او يعني مش عايزه اقول احنا في مصيبه، احنا في مشكله. احنا جايبينك تشرحي لنا يا شيري بهدوء. احنا بقى عايزين نقلب دي بقى ونرسم هنا. احنا زمان كان ايه الوضع؟ كان الوضع فيري الهيراركي كان فيري كلير، واضحه، فيري كونستراكتيف. راجل مسؤول عن الشغل بره البيت، الست مسؤوله عن الشغل جوه البيت، صح. والاطفال. جه قاسم امين ربنا يخليه لنا كلنا، خلى الستات تشتغل. وانا بقول كده بتهريج بس يعني أيوة. طبعا الستات لما اشتغلت برضه شالت جزء كبير من المشاكل، لانه لا بقوا قاعده في البيت كان مش بتعمل اي حاجه غير ان هي بتدور حوالين الزوج او الاطفال. فكان في برضه مشاكل بس من نوع اخر. لما اشتغلت ابتدت شكل الريسبونسبيليتيز والجندر رول او الادوار الجندريه تختلف، تسيح على بعض. فهي بقت بتشتغل. طب يعني دي فلوسي ولا فلوسك ولا فلوس البيت؟ طيب يعني مين هياخد باله من الولاد؟ ما انا مش هينفع ابقى اودي مش هعمل كل الاتنين. يوم. طب ما انا كمان بدخل، اي بس انت ما بتدخلش لوحدك. فطبعا الباك اند فورث ده عمل مشاكل كتيره، لانه احنا النهارده ما عندناش موديل نقدر نريفير ليه. فبقوا يعني مش متأكدة، بس بقى في نسبة قليلة من الستات اللي ما بتشتغلش، النسبة الأكبر بقت بتشتغل، والرجالة لسه بيايدنتيفاي نفسهم أو بيعرفوا روحهم بأن أنا براد وينر، بس هو عارف ما بينه وبين نفسه، أو لما بيجي ثيرابي إنه أنا مش براد وينر قوي، إحنا كل حاجة في البيت مع بعض وفي النص. فبقى في خلل في الادوار، وبقى في خلل في العلاقه، وبقى في خلل في الباور اللي احنا في اوقات كتيره بنحتاجه. احنا في اوقات بنحتاج ان دي، مش عايزه اقول الباور بشكل ان يبقى فيها دوميننس او سيطره، لكن الوضوح، الكلاريتي بتاعت انه هنا ده مسؤول عن كذا وده مسؤول عن كذا، ما بقتش حاصله. فدي يعني مع انها 7 نقطة بس هي عامله مشاكل كتيره دلوقتي. فهي كسبتنا حاجات ويمكن خلقت لخبطه دلوقتي ممكن قدام توضح لما يبقى فيه هنعرف تعود او لما نعرف اكتر. بس يعني هي انا فاهمه قصدك ان هي ممكن تبقى خلت الناس يعني مش عارفين لسه مين هيعمل ايه، ولا بالزبط. هنشارك بعض، ولا انت دورك ده وانا دوري ده، يعني فهي خلقت وبقت في حاجات مش منطوقه. يعني ما احنا الاثنين بنشتغل، فبقت بالنسبه لاي ست طب وهو المواعين ليه انا لوحدي، او الغسيل ليه انا لوحدي. فبقت بالنسبه لهم لو كانت المبرر دايما ان هو إن انت بتشتغل وانا موجوده، طب احنا الاثنين بقينا نشتغل، فانا مستنيه مسؤوليه مشتركه كمان في البيت. فطبعا يعني اتس نيو موديل، وليه مشاكله زي ما كان الموديل بتاع زمان كمان ليه مشاكل. عندي سؤال على الخناق. عايز تكلمي حاجه قبل الخناق ولا عايزه؟ ماشي ثانيه، كنت بس على حته الكومباتيبيليتي عايزه بس كده ارجع لها. فانت رايك انه الكابلز كل ما هم يعني متوافقين اكتر كل ما العلاقه بتمشي اسهل؟ انا نفسي بس نسال الاسئله دي. يعني لما بيجي لي ناس بيديتوا او لسه بدري قوي في العلاقه، بقول لهم بتروحوا فين؟ فيقولوا يا مول، مش عارفه ايه، ناكل حاجه. حلو، تكلموا في ايه؟ فلاقي الكلام كله عن، مش الكلام كله، مش عايزه ابقى باكزاجريت، بس في جزء كبير ان احنا يا اما عادي بنفنفن، يا اما لو المواضيع ابتدت تدخل في الجد شويه، فاحنا احنا اوفر فوكسد قوي على فكره انه هنعمل ايه بكام امتى. ده حلو قوي، ده مدخل مهم ان احنا نشوف علاقتنا عامله ازاي بالفلوس، وعلاقتنا عامله ازاي بالاهالي اللي هيبقوا معزومين في الخطوبات والافراح والعزومات الاولانيه بتاعه التقديم وقرايه الفاتحه وكده. فانا بس بشوف انه اللي اوعى يلقطها ويتكلم فيها، ون have this kind of difficult conversations او الحوارات التقيله دي من بدري، لانه هي دي اللي بتقول احنا بنعرف نوصل لحاجه ولا لا. وانت مسرف وانا سيفر، انت بتقدر عيلتك قوي وانا ممكن ابقى جايه من عيله تروماتيك او ديسفانكشنال فما بحبش اقضي معاهم وقت. هنعمل ايه في اول يوم رمضان؟ الحاجات دي فعلا ميجر. هنعمل ايه في العيد؟ هنعمل ايه في سفريات الصيف؟ الراجل اللي انت قلتي عليه نيويورك ده، اول حاجه كان دايما بيقولها في مكتبه انه we don't learn how to fight in the fight. احنا ما بنعرفش نعمل ايه
لو احنا مش متحضرين له في الخناقه ومش بنتعلم ازاي نتخانق في الخناقه، مفيش زي ما مفيش حد هيسوق وهو سايق يعني، او هيتعلم السواقه وهو سايق. فاحنا لو فكرنا فيها كده انه this is a very preventive way او طريقه فيها وقايه للعلاقه، ان احنا من بدري. وعشان كده على فكره انا مش ضد قوي الارينجد ماريجز، انه حد يبقى عارف دي وعارف ده وممكن يبقى عارف خلفياتهم وعارف بيوتهم ويبتدي يقول you know what الناس دي ممكن تبقى compatible، ما تنزلوهم مع بعض. او الارينج ديتس اللي بننزل فيها انا عندي لستة واسئله لسه من نوع انا آخر. بحب الليست والاسئله لسه واسئله من نوع اخر، وابتدي is this very rational بس مطلوب. فين الحب؟ يعني فين الحب في الايكويجن؟ يعني في الكومباتيبيليتي وفي الحب، هل الحب فعلا مهم قد الكومباتيبيليتي ولا بتشوفوا ان واحده اهم من التانية؟ طبعا انا هسيب لك المايك، انا بس هدي يعني انا الحاجه اللي انا بتكلم فيها في الثيرابي هو ان الحب عامل زي يعني بالنسبه لي هو الغيره اللي بيلزق عواميد مهمه مع بعض، فاهمه؟ فعندك الكونسيستنسي وهي الاستمراريه، فان انا ابقى عندي استمراريه ان انا بحاول اساعد الشخص واسهل عليه حاجته او حياته. عندي الكوميونيكيشن وهو التواصل. عندي الكيمستري، ان يبقى في كيمستري ما بيني وما بين الشخص. عندي زي ما انت كنتي لسه بتقولي فكره ان يبقى في كونكشن او ان يبقى في كومباتيبيليتي. فدي الطريقه اللي انا بشرحها بيها، انه في العواميد الخمسه او الاربعه دول، والحب بيساعدنا بقى ان احنا نعرف نسهل كل ده. ولكن لو اتنين بيحبوا بعض فقط وما فيش كوميونيكيشن كويس او ما فيش كونسيستنسي في الكوميونيكيشن بشكل محترم، او ان احنا بنعامل بعض بشكل محترم، او ما فيش كيمستري، ممكن ما يكملش. هو ممكن يبدأ حلو قوي ويبقى شكل علاقة حلوة جدا في الأول، ولكن بعد شوية بحسها بتفيد أو بتتلاشى. فالحب مش عارفة ليه، بس هو في النص، بس في حاجات تانية بنبني عليها. حاسه انا لو هشبهها بحاجه برضو شبيهه، ممكن اقول انا ساعات بشرحه كده كلاينتس ان هو كانه البنزين. ممكن يبقى عندي عربيه حلوه جدا والموتور شغال حلو قوي كل حاجه لايقه على بعض وكده، بس العربيه ما فيهاش بنزين. وان الحب ده هو اللي بيشغل الموتور. يعني حتى لو العربيه ما بقتش جديده والعربيه بقت تعبانه او كده، بس لو فيها بنزين هي في امكانيه اكتر انها تمشي. طبعا انا اكثر تعقيدا يعني EFT اللي هو باك جراوند اتاتشمنت وتروما، فيعني احنا هعقد الموضوع شويه. يلا هعقده اللي هو يعني ايه حب. الحب اللي هو القبول. احنا عندنا كذا نوع من الحب، فاحنا هنتكلم على الحب اللي هو القبول، ولا الحب اللي هو اكيد ليه علاقه بالاحترام وان انا I'm looking up to this person، ولا الحب اللي هو ممكن يبريكيت الاختلافات او يسهل وينعم الاختلافات. فانا يعني طبعا انا مش هسأل السؤال بتاع يعني ايه حب ده، لانه احنا لو 10 في الاوضه كل واحد هيجاوب تاني بقى بالحب اللي هو يعرفه. فلازم نرجع تاني للاتاتشمنت ثيوري. عشان كده الاتاتشمنت ثيوري او نظريه التعلق هي فيها اصل كبير قوي انا هحب ازاي. فلو هي واحده جايه من abusive relationships او traumatic او dysfunctional بيت، مش يعني كان في صدمات كتيره وصدام كتير، ممكن يكون بالنسبه لها الحب ده كل ما بيبقى فيه بقى خلافات وغضب وكده وغيره وتملك، هو ده صح. هي طبعا هي بترد بالهي شافته. حد تاني لو جاي من اب دوميننت شويه او ايا كان، كانت بتراعي العيال لوحدها، كانت سنجل مام، اي حاجه، هيشوف انه الحب فيه ليه علاقه بالتضحيه او ليه علاقه بالسيطره، على حسب هو كان بيستقبل ايه وكان ترتيبه في البيت ايه. فاحنا عندنا اجابه الحب دي فيه كتب كتب وكتب نظريات، واللي احنا ليه علاقه باللي احنا بنقوله هيكون دايما انه انت اتحبيت ازاي، ايه اللحظات اللي فيها. وده اللي احنا بنحاول نساله في الانديفيديوال بقى. لما باخد الكابل وبعدين افصلهم، ممكن اشوفهم مرتين ككابل وبعدين ابتدي اقول له يو نو وات، انا عايزه اشوفك انت الاسبوع الجاي وانت الاسبوع اللي وراه. طبعا العلاقه ممكن تبقى بتولع، فاحنا نستنى على العلاقه لمده اسبوعين، بس انا محتاجه اقابل كل واحد لوحده. فاقول لها ممكن تقولي كده ايه اول، مش لازم اول، بس الخبرات الاولانيه بتاعتك اللي كانت بتحسسك انك محبوبه، اللي كانت بتحسسك انك في امان.
فممكن يبقى بيت في البيت، ممكن يبقى ان ماما كانت عصبيه قوي بس كانت بترجع تحضني، فتبتدي تنور حتت عندي انه كان في خلاف بس كان في ريبير، كان في تصالح. لا انا اصلا بيتي كل واحد كان يلا نفسي ومطلقين او بيتخانقوا او فابتدي اوصل انه اوكي ده انت مشتاقه قوي بقى للحب ده اللي انت اصلا لسه مش مبينه قوي ملامحه عندك. فعايزه اقول انه we cannot، يعني مش هنقدر نجاوب على السؤال ده من غير ما انا اخد واقول زي نفس اللي احنا بنعمله في الايتينج ديس اوردرز، انه ايه علاقتنا بجسمنا. هو كان بيتقال لك ايه عن جسمك وكنت بتشوفي ماما واقفه في المرايه بتقول ايه واخواتك الاكبر بيقولوا ايه، لانه كل حاجه مش هنعرف نطلعها من السياق، احنا عبيد السياق. يعني الكونتكست حاجه مهمه جدا. فقصدك ان الاجابه مش واضحه، هل الحب مهم ولا لا؟ الاجابه مش واضحه. الاجابه personalized و individualistic، الاجابه فرديه وطالعه من قصه كل حد ومشواره في الخلفيه اللي هو جاي منها، فتختلف بناء على احنا بنتكلم على لكن لو هنحط خطوط عريضه هنقول طبعا ان الحب يحتوي على احترام، احتواء، امان، قبول، ثقه، مفيش كذب. يعني احنا لو يعني يلا بقى نجيب من تحت اللي هو the very basic، هنقول كام حاجه له. انت كنت عايزه تسالي حاجه وانا قطعتك، سوري. انا كنت عايزه اتكلم على الخناق بقى، رحنا من الحب للخناق. فريده هتشمر. لا بس ليه كنت عايزه اتكلم معاكي في الموضوع ده، لان دي حاجه انا بتكلم فيها كتير في السيشنز الانديفيدوال. في انت كنت بتتكلمي ان في كذا مدرسه لما بنيجي نتكلم على الكابلز ثيرابي. ناس انا بحبهم جدا جدا واحب اعرف رايك برضو، جوتمان اللي هم عشان برضو اشرحهم، هم 2 اخصائيين متجوزين وبيدرسوا العلاقات بقالهم سنين وسنين، وعملوا experiments او عملوا يعني اختبارات كتيرة بيحاولوا فيها يفهموا ايه اللي بينجح اي علاقة، وايه ممكن تبقى من الاسباب ان العلاقات تتأثر او يعني يحصل فيها مشاكل، وازاي نقدر نتفادى ده. حاجة من الحاجات بقى اللي انا بحب اشتغل بيها عندهم حاجة اسمها الهيلثي فايتنج، او طرق او اساليب الخناق الصحية. كنت لسه بقولها من فتره في سيشن ان احنا ما اتعلمناش نتخانق زي ما كنا بنقول، احنا ما اتعلمناش نجريف او ان احنا نحزن على حد. انا حقيقي مقتنعه ان لازم ده يتحط منهج في المدارس، ان انت ازاي تتخانق، ازاي تزعل على حد، ازاي تساند حد او تواسيه. فجزء من الحاجات الاساسيه، وكلنا بنتخانق، ممكن مره في الاسبوع، ممكن اكتر، ممكن اقل، بس ازاي اقدر ان انا خناقتي دي تبقى صحيه وتبقى كونستراكتيف او بناءه، وما بقاش ان انا بحاول اذي الشخص او ان انا بحاول ان انا اهاجمه وخلاص. واظن ان ده اللي بيحصل في الاسكيليشن او تصعيد الامور، ان الخناقه بتقلب من ان انا وانتي، يعني لو انتي مثلا احنا صحاب، المشكله لو احنا صحاب يعني بمن بعد كل ده بما ان احنا صحاب، لو احنا بنتخانق ازاي المشكله ما تتحولش من انا وسلمى ضد مشكله معينه بنحاول نحلها مع بعض، وبتتحول الى انا ضد سلمى. فبحاول ان انا شخصن الموضوع، اصل هي كدبت، اصل هي عملت، اصل هي سوت. فبلاحظ ان ده بيأثر قوي على الريليشن شيبس، وكتير ممكن المشاكل تتفاقم او العلاقه تنهار لان احنا مش عارفين نتخانق. فعايزه رايك بقى في هذا. شكل عندك حاجات تقوليها على لوتش. هنتخانق احنا بعد انا همشي بقى. اوكي، فالسؤال زي عايزاكي تشرحي لنا ايه الهيلثي فايتنج، ازاي بيحصل. طب خلينا نشوف ايه اللي مش هيلثي. ماشي. والخناقات طبعا يعني انفيتبل، يعني احنا حتميه هنعدي فيها 2 اخوات توينز بيجيبوا بعض من شعرهم عادي جدا. it has nothing to do بس العلاقات الرومانسيه او العلاقات عامه. طيب هرجع حته تخص جوتمان. طبعا احنا متعلمين ودارسين كتب الناس دي، عندنا شويه critical thoughts او ان احنا ممكن ننتقد شويه حاجات، لكن يعني من حقنا قصدي. بس مهم ان احنا نفصل ما بين مثلا جوتمان وسو جونسون اللي هي عملت العلاج المرتكز على EFT، العلاج المرتكز على المشاعر. جون وجوليا جوتمان مركزين اكتر على السكيلز، فهم يندرجوا اكتر تحت المدارس
behavioral يعني سلوكية. ثانك يو. يعني هم يندرجوا طبعا في جزء كبير عن الايموشنز وكده، لكن هم اكتر بيحاولوا يموديفايوا او يطوروا من الاداه والادوات اللي عند كل بارتنر علشان يعني الافirmations مثلا الاكسرسايز ده انتوا بتحبوا بعض، طب اعملوا ده بشكل انتشنال اكتر، بشكل واعي اكتر. الخناقات اللي مش صحيه اولها بتحصل لو في طرف من الطرفين مش اوير بنفسه، مش واعي. مش واعي بنفسه. بنبقى فيه اصلا frustration في الجو ما بين ان حد مثلا عارف يعبر قوي هو حاسس بايه وموجوع من ايه، وطرف تاني لسه بقى واقف عند الغسيل والتوث بيست تو. فطرف من الطرفين بيحس لا انا بكلم بقى في حاجه عميقه جدا، وانت لسه في السلوكيات اللي هي بالنسبه لي ما تشكلش ازمه. انا اظن يعني هزود على اللي انت قلتيه. عارفه زي ما كنا بنتكلم على جوتمن برضو، وممكن قدام نتكلم في شويه تولز او وسائل زي ما كنت بتقولي ممكن تساعد اي حد بيتفرج. يمكن حاجه من الحاجات اللي فكرت فيها اللي هم اسمها الفور هورسمن بتوع جوتمن. دي حاجه من الحاجات البراكتيكال. الخيال انا بسميهم فرسان، ما اعرفش اسمهم ايه بالعربي. بس دي حاجه من الحاجات اللي بلاحظ انها بتفرق جدا. اولا فرقت معايا انا شخصيا ان انا اعرفهم. ثانيا بتفرق لما حد يعرفها، بتبقى ملموسه شويه. اللي هو ايه ال4 حاجات اللي بنعملها في الخناقات بتبوظ او بتصعد الخناقات. فواحده منها بتهيألي كلنا بنعملها في اوقات معينه، اللي هي الستون وولينج، او ان انا احط حيطه بيني وبين حد. ان انا اتخانق مع سلمى اللي هي صاحبتي زي ما قلنا. تأكيدة طبعا. تأكيدة مش هطمن على صداقتي. شاطرة بالظبط. فاتخانق مع سلمى وقرر ان انا هقطعها. مش هقطعها ازين ان انا هعمل لها بلوك، بس هقطعها ايموشنلي. هنسحب من العلاقه ايموشنلي. واظن كلكم عارفين الناس بتعمل كده، ان احنا ما بنكملش الخناقه، احنا بنسكت. فدي حاجه من الحاجات اللي انا ما كنتش عارفه قد ايه هي مدمره لحد ما شفتها في العلاقات في الثيرابي. جربت التوابع بتاعتها يمكن بشكل شخصي. هل بتشتغلي بفور هورسمان عامه؟ هي بصي جوتمن ديفنتلي بتدينا رود ماب احنا في انهي ستيج في العلاقه، او في انهي ستيج من الاسكليشن او الديسكليشن. مهم ان احنا نبقى بنقف عند الانتقاد، نقف عند التريقه، نقف عند الستون وولينج اللي هو الشاتينج داون. خلاص انا ام تشيكينج اوت وتصبحوا على خير وداخل ننام. في خيال ناقص بقى كده، او في فارس ناقص كده. احنا قلنا الانتقاد والكريتيسيزم، الديفنسفنس والدفاع طول الوقت. انا عايز ادافع عن نفسي، فكاني مش سامع حقيقي انت بتحاولي تقولي ايه. بس اهم حاجه يا اما انا اطلع شخص سليم، يا اما حجتي تبقى اقوى فاطلع كسبان. دي بلاحظها لما حد يبقى هيعتذر، بس بيبقى دايما في اصل انا اسف بس انتي اضطرتيني ان ازعق، او انا ما كانش قصدي ان انا اعمل كذا بس انتي استفزتيني، او انت استفزتني ان انا اعمل كذا. ويمكن الناس مش مدركه برضو قد ايه دي حاجه مضره، لان ده اعتذار الا ربع. يعني انا بعتذر بس مش بعتذر للاخر. انا ما زلت بحاول احط الشخص التاني في جمله مفيده. وهنا نرجع ونقول انه بقى انا ضد الشخص. زي الانتقاد، دي حاجه مش ناس كتيره بتلاحظها، ان بدل ما اقول على حد ان هو كذب هقول هو كذاب، فانا بنتقد شخصه. ودي حاجه بتفرق قوي 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 في العلاقات. بتشوفي قد ايه منهم في الريليشن شيب؟ يعني اختيار الالفاظ مهم، وده تاني هيرجعنا للاتاتشمنت ووند، لانه انا لو عندي حته مش هيلد ومش يعني كويسه للاخر، وحتى لو فكرنا فيها كانه جرح يعني وما اتقفلش للاخر، هو حتى لو شويه ميه، حتى لو شويه رمله، حتى لو تراب، بس هو جاي انا عندي وند مش سامح خالص. فانا اي حته هتخبط في ان انا مقصره، او هتخبط في ان انت هوشت كده انك مقرب، بس انا عندي هيستوري ان انا اتضربت قبل كده، او ان انا انتقدت كتير. خلاص هي مهما كان حجمها. وده بقى اللي بيحصل في الديسكليشن، ان احنا بنبتدي نقول طيب اللي فات فعلا كان تقيل وصعب وهنروح نبقى بنزوره، بس محتاجين نبتدي نزود الرصيد. يعني كل ما كان كل حد بيحاول يختار الفاظه كويس وبيحاول يقول الموقف ده انا اتوجعت فيه في ايه، مش عشان هو على طول متعود او هي طول عمرها، بنبتدي نفصل ما بين الهير اند ناو والجروح بتاعت زمان. في حاجه انت يو منشنت في الاول
لما كنتي بتقولي ان احنا مع الزمن يعني او العصر اللي احنا فيه we're moving towards ان كل واحد يبقى لوحده والباوندريز وكل ده، عايزه ادمجها شويه، يعني الباوندريز والعلاقات ازاي. يعني في ناس برضو ساعات بتخاف انها مثلا لما تخش علاقات تفقد نفسها، او لما تخش علاقه بتحس ان الباوندريز بتاعتها ساحت تماما. ازاي الواحد يقدر يحافظ على الباوندريز بتاعته في حدود انه دلوقتي بقى في الدايره المقربه قوي بقى في انا وشخص تاني؟ ازاي الواحد ما يفقدش نفسه في ده ويحافظ على الحدود دي؟ اللي احنا بنشوفه اكتر هو ان الناس بعد ما تكون اندمجت قوي 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 وقالت ويس كتير، بعد وقت كانت تبتدي تفوق وتقول ايه ده ما كانش انا، وما كنتش ده اللي انا عايزاه، مش ده شكل الحياه اللي كنت عايزاها، ولا كنت عايزه اعيش في البلد دي، ولا كنت عايزه ابقى بشتغل الشغلانه دي، او ولا كنت عايزه اقعد في البيت. يعني ايا كانت نوع الشكوى. بس انا شايفه انه هراجع بقى تاني لكلام فريده، انه فعلا الباوندريز ليها علاقه كبيره قوي بانه انا عارفه نفسي وعارفه انه لغايه هنا انا تمام، بس من بعد الخط ده انا مش تمام. ولاي مدى انا بسمح لروحي ان من بعد الخط دي ادوس اكتر واكتر، وانا عارفه ان انا جايه على روحي ومكمله، او ان انا خايفه اقول لا من عواقب اللا، عشان خايفه على العلاقه او عشان بحميها وعلشان ما اخسرهاش و فاروح معاكم مشوار لغايه اخر الترابيزه، مع انا فعلا كانت حدودي لغايه هنا، حدودي مش حدود الشخص التاني. احنا دايما الحدود يعني دايما ايه، هعمل له حدود. لا انا بعمل لنفسي انا حدود. انا بعرف روحي وبعرف انا بتوجع امتى بعد العدات المعينه دي. زي في التمرين مثلا، انا بعد السيتس دي انا بتمزق، ما بعرفش اكمل اليوم. فانا محتاجه ابقى عارفه انه هي دي طاقتي وده اخري ودي الحاجات اللي بتفرق معايا. وهنا بيجي اهم اكسرسايز دايما بنعمله مع الكابل، اللي هو بتاع انا اقدر اقبل ايه وما اقدرش اقبل ايه، لان فعلا في حاجات تعدي. هنقول بقى ان ساعتها الحب هو اللي بيساعد ان هي تعدي، هنقول ان الكريدت ساعتها هو اللي بيساعد ان احنا نعدي. بس فعلا في حاجات تعدي وحاجات ما تعديش. فانا ممكن اقبل هرجله في البيت لو بنتكلم على اللايف ستايل، ازاي انه حد منظم والتاني لا، بس ما اقبلش اهانه او ما اقبلش تقليل من شغلي مثلا. فعندنا شويه حاجات. والناحيه التانية يعني ده اكسرسايز دايما بنقوله للكابل واتعامل معايا، وكنت بحب اعمله مع الكابل، انه ايه اللي اقدر اغيره في نفسي وايه اللي ما اقدرش اغيره في نفسي. لانه احنا عارفين كويس ان انديفيديولي احنا او في علاقتنا الفرديه بروحنا ان في حاجات احنا بنقبلها ما عندناش اي اوبشن ان احنا نغيرها، وحاجات تانية نشتغل عليها علشان الناس اللي غالية علينا وعشان عيالنا وعشان وفي حاجات تانية هقدر اقبلها وفي حاجات مش هقدر اقبلها. فالتقسيمه بتاعت الاربع جداول او الاربع نوافذ دول بتقعدني مع نفسي وبتحطني in a very realistic او بشكل واقعي انا طالبه ايه من اللي قدامي، وهقدر استحمل ايه واقدر اقبل ايه وما اقدرش اقبل ايه. هما ايه الاربع نوافذ معلش؟ ايه اللي انا اقدر اغيره وايه اللي ما اقدرش اغيره وايه اللي بقبله وايه اللي ما اقدرش اقبله في نفسي وفي اللي قدامي. كل واحد الاول بيعملها على نفسه وبعدين يقولها للي قدامه وبعدين بنطلب ان هم يتشاركوا فيها هم الاثنين. اوكي. في حاجه انت قلتيها فكرتني بجمله مش عارفه انتوا عارفينها ولا لا، بس بحبها جدا، اللي هي بتقول boundaries are the distance at which I can love you and me simultaneously. يعني الحدود او الباوندريز اللي ما بيننا هي المسافه اللي بالنسبه لي اقدر اضمن ان انا بحب نفسي وبحترم نفسي وبحبك وبحترمك في نفس الوقت. ويمكن لما سمعت الجمله دي علقت معايا جدا، وبقيت بحاول اشرحها للناس اكتر في السيشنز، ان ازاي اقدر ان انا احب واحترم الشخص وفي نفس الوقت ابقى زي ما انت قلتي انا عارفه حدودي انا فين وعارفه الليميتس بتاعتي انا فين. لان احنا غالبا بنلخبط ان انا لو حطيت حدود مع جوزي او مع امي فانا كده بالظبط بعمل حاجه غلط. فبقت الباوندري ساعات بتتلخبط باحساس بالذنب او بان انا كاني باذي الشخص ده. وفي ناس بتاخدها الناحيه التانية تماما، ان انا عشان احط باوندريز فانا بقى ايه هبقى عنيفه شويه او هقطع الشخص او هعمل بلوك. فهي مش لازم تبقى الديستنس اللي انا ببلوك فيها شخص او ببعده عني، بس هي الديستنس اللي انا عارفه اتحمل العلاقه او احب العلاقه للطرفين او اخلي العلاقه كويسه ومستمره وصحيه للطرفين. وهو ده اللي بيخلينا نروح دايما البول اللي هو هو انا كده وهو ده طريقتي وهو ده اللي ينفعني، وطرف تاني طب اجيلك بقى. يعني الطرف التاني دايما، وهو ده بقى الرد على انه احنا فعلا البولز او
زي الفولز اللي هو ايه بالعربي؟ تقصدوا قطب. بولر او ايوه وهو ده اللي بيخلينا نبص، هو فعلا الاقطاب هم اللي بيتجذبوا لبعض. فحد ممكن يبقى معدوم خالص الحدود، وحد بيقول هو انا كده بقى وهي دي طريقتي، فطب انا جايه لك، طب انا جيت. وبعدين بعد بقى سنين نبتدي نشوف انه وانا ما كنتش عايزه ابقى بعمل ده، او انا ما كنتش اصلا بالظبط. فاول سؤال، طب واحنا ليه وصلنا لده، وليه رحنا؟ يعني ليه ما كانش في الاول عندي كرايتيريا بتقول بس انا كمان بحب ده وتعالوا نتقابل في النص؟ يمكن بقى هنا عشان الباوندريز مفهومه غلط. يعني واظن ده كان سؤالك، ازاي نقدر ان احنا نحط باوندريز في ظل علاقه صحيه. ماشي. عندي سؤال بحكم خبرتك برضو في الكابلز ثيرابي، وده انا عندي فضول بقى شخصي وبروفيشنال عليه. هل في علاقات بتشوفيها بتتبني من جديد بعد ما كانت على وشك الانهيار؟ يعني هل بيحصل قلت لك هل بيحصل ان ممكن فعلا يبقى حد جاي في اخر حته كده في العلاقه وتلاقي انه فعلا إعادة بناء بيتجدد والريليشن شيب او العلاقه بيعرفوا يبنوها مع بعض او يجددوها؟ ده سؤال حلو قوي. نفس عميق. ده سؤال فعلا حلو قوي. يعني شفت ناس عدوا بسيزنز احسن من اللي جايين منها. الدروب اوتس كبير قوي في الكابلز ثيرابي، يعني ما اعرفش بارقام زي الانديفيديوال ولا اقل ولا اكتر، بس فان الناس تمشي في النص تبطل تيجي. ودايما المطب ان احنا بقينا كويسين، او جبنا بيبي، او بقينا ننام اكتر مع بعض، او علاقتنا بالاهل اتحسنت، او دخلنا في صيف وساحل واعياد وبتاع، فنبطل نيجي. انا بحس الساحل بينسي الناس الثيرابي. يعني انا بينسي الناس. دي مشكله شخصيه بقى عند فريد شايله منها. كل صيف بحس ان الشغل بيعمل كده ويرجع تاني مع المدارس في سبتمبر. فببقى حاسه انا والساحل ممكن نتواجد مع بعض. ممكن اخد شاليه على فكره واعمل لكم كل السيشنز اللي عايزينها اونلاين لسبب يعني. فبس هو الساحل والثيرابي الاثنين مع بعض كتير. وهي يعني اللي احنا عارفينه من حته تانية انه بقى فعلا بعد الاجازات، بعد النيو ييرز، بعد الاعياد، بتبقى فتره حلوه، بتبقى فتره حلوه قوي، وبعدين بنقع للروتين العادي بتاع الحياه، وفتره مشغوله. فبنبتدي بقى نفوق ايه ده، هو ايه اللي حصل يعني. اشتراك الجيم والثيرابي بالظبط. فردا على سؤالك، انا شفت ده في ناس اللي كملوا، واللي كانوا أمنا، واللي كانوا بيشتغلوا بجد. طرفين بيشتغلوا في شغل بيحصل. يعني الخاوي يحب قوي يقول ان في شغل، مش احنا مش بنحكي، ده شغل، ده شغلنا دلوقتي. انه كل واحد حتى لو هو ما كانش بيكونكت مع نفسه قبل كده، ان هو يقعد ويجيب اخر الفكره ويجيب اخر المشاعر ويفتكر دي بتفكره بايه وبتحسسه بايه. فاللي بيشتغلوا بامانه وممكن ياخدوا هوم وركس ويعملوا التقييمات المطلوبه ويكملوا، اتوقع طبعا بيحصل ريبير، بيحصل تصالح، وبيحصل يعني بيبقى فيه جليمبس كده من الايام الاولانيه، اللي هو واحنا فعلا كنا بنحب بعض ليه، هو احنا ابتدينا نخيش من امتى، هو الدنيا ابتدت تقع من فين بالظبط. بيبقى فيه انلايتمنت كده، بيبقى فيه يعني نور كده كأنه دخل، نبتدي يقول اوكي هي دي الحاجه، حتت المتلخبطه محتاجين نراجعها. يعني شهر العسل بيرجع شويه، ما اقدرش اقول كده لو في ونز عميقة يعني. بس فعلا احنا we're educatable، يعني احنا بني ادمين بنevolve، بنتطور وقابلين للتعلم. فلو خد العلاقة، وعلى فكرة ده في كل حاجة، يعني في الرياضة، في طبيعة الأكل، في البارنتينج واحنا بنربي عيالنا، the more we learn، أو الأكتر اللي احنا بنتعلم عنه the more we evolve وبنتطور فيه. مع الاستمرارية بيبتدي يحصل تغيير. بما ان انت جبتي سيرة ان هم يعني جزء من اسباب ان العلاقات ممكن تتحسن ان هم يحطوا المجهود او يشتغلوا. انا بحب ان احنا نحاول نخلي الدنيا ملموسة شوية لأي حد بيتفرج. اي ادوات بتنصحي بيها لو حد بيتفرج، او لو حد مثلا مش بيروح كابلز ثيرابي لسه، بس ايه اي اداة ممكن تنصحي بيها ان الشخص او الكابل يستعملوها عشان يحسنوا التواصل؟ أداة، exercise، حاجة أنت بتحبي تشتغلي بيها، نصيحة. يعني أنا ممكن أقول حاجات راندوم، مش exercises. أوكي. أفكار يعني. أفكار. يعني أنا بشوف إنه لو إحنا في تواصل مع نفسنا هنعرف نتواصل بره. لو أنا بصحى كل يوم أتأكد من مودي،
واتاكد من مسؤولياتي واتاكد من اولوياتي واتاكد من صحتي البدنيه النهارده شايلاني قوي ان انا اعمل كل التو-دو ليست بتاعتي ولا لا. طبيعي ان انا كده في جزء من اليوم اتشال حمل من على الطرف التاني او العلاقات اللي حواليا او ولادي ما كانش بتاعهم، بس انا شايلته لهم لاني ما قعدتش القعده بتاعت الصبح دي طلعتوا عليهم يعني. بالظبط. فانا ما عملتش التواصل الجواني او الداخلي ده علشان فطلع بناء يعني نتيجته ان هو طلع على الناس اللي عايشين معايا او اكتر ناس بحتك بيهم طول اليوم. فانا بشوف ان السيتنج اب اليوم بايا كان كل واحد ايه العادات بتاعته اللي بيحدد فيها انا عامل ازاي، ومش بيحدد فيها بس هعمل ايه، لا انا عامل ايه اصلا وحاسس بايه وممكن بقى ناس تعمل جورنالينج، ممكن ناس تعمل جراتيتيود، ممكن ناس تعمل وده على فكره ده اول تواصل مع طفلنا الداخلي. يعني الطفل الداخلي ده بيحتاج كل شويه كده حد يطول انت كويس تمام يومك كان حلو في المدرسه يعني. فالتواصل ده انديكيتور مهم قوي لتواصلي بقيه اليوم، اولهم الانتيميت ريليشن شيبس او العلاقات القريبه مني، وعشان ما يطلعش على نافوخ يعني. ده اول حاجه. الحاجات التانية اللي ممكن تبقى بتساعد هي ان واحده مع الوعي او مع السيلف هيلب ان الطرفين يبتدوا يلقطوا احنا جينا هنا ليه، احنا في الحته دي ليه، ايه اللي جابنا هنا. يعني it's not about التاخير او it's not about الفلوس او الانلوز. الكيوريوزيتي والفضول اللي ممكن يبقى عند كل طرف ان هو يفهم هو احنا ليه هنا وايه اللي تحت ده. اتوقع ان هو بيفرق قوي عن ان احنا نفضل ماسكين في التفاصيل اللي هي في الاخر apparently هتخلص بان حد هيقوله هو مغصوب انا اسف، او هتاند اب انه خلاص اليوم هيقفل. فعلى حسب كل بارتنر بالستايل بتاعهم بيقدروا يفضلوا بعاد عن بعض لمده قد ايه. فالكيوريوزيتي واستخدام ان انا اتكلم عن نفسي واتكلم عن مشاعري وابقى باخد الريسك بتاع ان انا هشوف vulnerability، مع ان احنا ممكن ما نبقاش كويسين بس هرمي زهر يا يتلقط يا ما يتلقط. جوتمان يسموها بيدنج كانه اللي هم بيعملوا بورصه او رهان بالظبط. فهو بيراهن ان انا دلوقتي مع ان انا وسلمى زعلانين من بعض، بس انا هراهن ان انا اقول لها الكلمه دي جرحتني قوي، ومع ان جوايا شكوك ان ممكن تقول لي مقفوره قوي مزوداها قوي، بس انا هراهن على اي رصيد كان ما بيننا ان هي تفهم الزهر اللي انا برميه ده تلقطه وتاخده. وهم حتى في جوتمان مكملين انه اللي بيلقط الزهر بيعلي قوي في الرصيد. فكأن انا بعين بلمسه بثيم ما بيننا بحاجه شي جوتت واللي هو واو احنا عايزين من اللحظه دي كتير قوي تو بي يعني مالتيبلايد او هي تزيد او امبليفايد. فده بيساعد ان كل حد يتكلم عن نفسه ويحاول ان هو يبقى بيرمي ده لايا كان. طبعا احنا مش مع يعني وانا مش بدعو لانه تفتح قوي لو انت مش حاسس بالامان، بس لو الرصيد بتاع العلاقه كان بيقول ان في امان قبل كده يسمح ان انا ارمي هنت او بيد بالمنظر ده مهم. التواصل او عامه مثلا في الخناقات احنا بندعو جدا ان ما يبقاش في خناق كل يوم، نخصص يوم للحوارات المستفزه والخناقات والتوبكس او المواضيع اللي متاجله بقالها كتير. مش لازم نتخانق كل يوم. طب بقيه الاسبوع بنعمل ايه؟ لا العادي بقى ان احنا يا اما بنتكلم في الحاجات العاديه يا اما بنتناقش يا اما بنكتشف بعض. ان احنا نحاول نديديكيت ان الخناق يبقى ليوم واحد ده هيلثي او بروتكتيف للعلاقه، واليوم ده كل واحد نازل بالنيه بتاعت انه اليوم ده التقيل اللي هو هنفتح فيه حاجات، وهيسمح لك انك يمكن تاجلي ان انت تتصرفي على مشاعرك بشكل متسرع تلقائي. طبعا لما انا محتاج ان انا اهدى في اللقطه دي قبل ما ابتدي ريسبونس، فما يبقاش عندي immediate ريسبونس او رد فعل مفاجئ يخض اللي قدامي ويخضني انا شخصيا. وفي ناس بتتخض من رد فعلها، يعني في ناس بجد يعني انا عايزه اقول لبعد ان في ناس ممكن تيجي تقول احنا محبطين. طب انتي كنتي مستنيه ايه؟ طب هو فيلد في ايه؟ ما عندناش اجابه، بس كل اللي احنا عارفينه ان احنا محبطين. فيجي على ده انه الوقت بتاع نفسي ان انا
طبطبت عليها وخدت المشاعر دي لغايه اكتر حاجه اعرف اتعامل بيها، وبعدين حسيت انه لا، حتى المينيمم ده حصل فيه تجاوز او حصل فيه جرح، ساعتها هيتقدم وهو 30-40% بدل ما يتقدم وهو 100%. البريك اوتس مهمه. البريك اوتس انه لما حد يبتدي من معرفته بالشخص اللي قدامه انه هو يطلب عن نفسه او يطلب ان الخناقه تقف دلوقتي، ويبقى عندنا كلمه او حاجه بنعملها عشان نقول ان احنا محتاجين نوقف دلوقتي ونرجع تاني. واهم حاجه قبل ما نوقف دلوقتي، هنرجع تاني امتى؟ لانه في التعلق المختلف الملاحق، كلمه ان احنا نوقف دلوقتي دي يعني بالنسبه له مقلقة. حاجه مقلقه جدا، وحاجه مرعبه. مش بس مقلقه، ما هو بيلاحق اصلا عشان الناس اللي كانوا في حياته كانوا بيمشوا، فهو طول الوقت بيلاحق. فانك انت كمان هتمشي دلوقتي، انت كده حطيتني في الرعب اللي انا اصلا مبتديه الخناقه علشان اتجنبه. فمهم قوي كمان لما بنقول انه يبقى في بريك اوتس، بنقول انه ايه البريك اوت؟ هنروح نعمل كوبايه شاي، هنشرب حاجه ساقعه. بس لو الشخص هينزل يلفلف بالعربيه ايا كان الطرفين، يبقى قايل احنا هنكمل كلام الساعه 10. ايوه هرجع بعد فتره هرجع بعد معينة. كذا. لانه والعكس عند الافويدنت، لانه المتجنب من ناحيه تانية بقى هو لو عليه احنا مش عايزين نبتدي الخناقه اصلا، يعني خلينا في ندفن تحت خلينا في التمام، وخلينا في اللذيذ ومريحين كده وكويسين. فالتهديد بتاع ان احنا محتاجين نتكلم كل يوم او مش في سيت اب او سياق مريح بيقلق. وانتي بتتكلمي دلوقتي افتكرت حاجه معرفش انتي برضو بتستعمليها ولا لا، على الاقل بستعملها في الانديفيدوال مش شرط في الكابلز، وبحس ان هي بتفرق في العلاقات عامه. وكنت انتي قلتيها من شويه الاي فيل ستيتمنتس، وبحس ان دي اداه بالنسبه لي انا ماجيك، يعني لاي حد مش بيعرف ان هو يعبر عن نفسه. فكره ان انا لما اجي اتكلم او اعبر عن نفسي، اقول بدل ما اقول شيري انتي عملتي كذا، هقول انا حاسه ان انا اتأثرت لما حصل كذا، او انا حاسه ان انا اتضايقت لما حصل كذا. ففكره ان انا مش بدخل ارمي كده او احدف اللوم على حد، بلاحظ ان هي بتفرق جدا في الريليشن شيبس. مش عارفه لو انت بتستعمليها في حياتي الثيرابي الشخصيه عامه يعني. بتستعمليها في حياتك الشخصيه انا عارفه بس بتستعمليها في الثيرابي، او هل بتحسي ان هي اداه هيلبفل؟ اكيد انا بحسها كمان لان هي حاجه ليها علاقه بفريزنج الجمله، فبحسها هي حاجه بسيطه او تانجبل شويه الشخص يقدر يطبقها، فبحسها حاجه ياخد وقت عشان يقولها. لسه يعني انا لو اسهل حاجه ان انا اقول لك انتي قصرتي او انتي اتاخرتي، في حاجه في جهازي العصبي هتتظبط لما اقعد اراجع الجمله مرتين 3 وبعدين اقول لا انا هقولها بالطريقه دي او هبعتها بالطريقه دي. عاده بطلب من الناس في السيشن، ودي بتبقى صعبه، يكاونت. بطلب منهم ان هم ايه يكاونت. لا انا مش بعرف اكاونت، فانا ببقى عايزه من حد، مش هطلبه من حد. بطلب من الناس ان هم بقول لهم مثلا تخيلوا الشخص اللي مضايقكم، او لتس ان هو شريككم او حد مضايقكم، تخيلوه هنا. طيب لو هو موجود هتقولوا له ايه؟ هقول له ان هو عمل 1 2 3، ويبداوا ان هم يلوموا فيه، وبعلمهم الاي فيل ستيتمنت، وبعدين اقول لهم طب تعالوا نعيد نفس اللي قلتوه بس من غير ما تستعمل كلمه انت، من غير ما ابقى زي كاني بشاور على الشخص واحاول الومه. وبجد هي صعبه، لان انت لما بتبقي متعصبه انت عايزه ان انت تشاوري على الشخص تقولي اللي مضايقك من غير ما تحاولي ان انت تجملي. وعادة بيروحوا بقى الناحية التانية تماما، ان هم بيفقدوا جزء من اللي كانوا عايزين يوصلوه عشان بيحاولوا يقولوها بشكل لطيف Empathetic. او بشكل امباثيتك. بس هي الهدف مش ان انا ابقى امباثيتك ولطيفة، بس الهدف اني اوصل الرسالة من غير ما احسس الشخص اني داخلة اهاجمه، وان تاني زي ما قلنا ان انا ضده، مش ان احنا بنحاول نحل مشكلة مع بعض. انا كمان بشوف ان كلمه اسف دي كلمه ماجيكال، يعني كلمه اسف دي بجد من بعمق كلمه انا بحبك مثلا. لانه تاني انا حاسه انه احنا في جزء عشان بقينا سيلف سنترد قوي، والدنيا كلها بتلف حوالينا، وكل اللي انا عايزاه هيجي لي في ثانيه دلوقتي تحت البيت. فبقينا يعني مش عايزه اقول انتايتلد او يعني بنلف حوالين روحنا، بس في حته بقينا يعني. انا كنت كتير بقول لجوزي، بقول له احنا في حاجات كتيره انا فهمتها عن الرجاله بعد ما جبت ولد. دي حالتي انا مش يعني ممكن ما يبقاش ده كل الناس، بس مثلا احساس انه جوزي مش عارف يمالتي فانكشن.
ليه ما تعمل عشان كذا يعمل تقلب كذا كذا حاجة. وانت بتعمل كذا، يعني ايه الصعب في كده؟ بعدين بجد دخولي لعالم الرجال في وقت من الاوقات حسيت انه لا، هو فعلا في جزء كبير بيبقى مغموس جدا في عالمه الداخلي، وهو مش سامع اصلا حاجه، يعني هو مش عارف ومش شايف اي حاجه غير اللي بيلعبها او غير اللي مركز فيها. ففي اوقات ابتديت احس ايه ده، يعني في حاجات فعلا ممكن تطلع، انا اسف دي ممكن تمتص حاجات كتيرة قوي، ان فعلا اللي قدامي مش قصده، بس عشان انا ممكن ابقى جاية من حتة فيها قصدية وفيها وجع او كده، ممكن تكون بتسمع عندي بطريقة مختلفة. ففعلا كلمة اسف بتشد فيها ناس كتيرة، ولا مش بقول الاسف اللي هي عشان نقلب عشان الدنيا، أمشي. لا عشان انا فعلا اسف انا ما خدتش بالك ان انا ما خدتش بالي ان انا حسستك بالطريقة دي، انا كنت بعمل كذا كذا وما كنتش فاهم انه ده هيسمع عندك بالحجم ده. فهي اوريدي في نص الجمله انا رقت او هديت لمجرد انا حسيت انه على الاقل انت سامعاني، انت فهمتي انا كنت حاسه بايه. الحاجه اللي انت قلتيها اللي هي كانت بالنسبه لي اصلا، يعني حاسه ان انا لما اتعلمتها حتى في حياتي الشخصيه غيرت كتير جدا. فكره انه اي خناقه بتحصل بين طرفين بيبقى تحتها زي ما انت قلتي underlying factors كتير جدا. فاللي هو مش فاكره، كنت بتفرج على حاجه في مره، فهي كانت الست بتسال الكابل، بتقول لهم يعني it's not what you're fighting about, it's what you're fighting for. اللي هو ان فعلا الكابلز كتير قوي بيمسكوا في حاجات انت اتاخرت عليا، انت زي ما قلت سبت المعجون ومش عارفه ايه وكده، والليفلز الاعمق ما اظنش ان الناس بتبقى واعيه ان اصلا في ليفلز اعمق، ولو في بيبقوا مش عارفين ازاي يوصلوا لها. فانا حاسه ان دي حاجه ساعدتني انا اصلا على المستوى الشخصي، وبساعد الناس بيها في السيشن. لا انا عندي ليكي بقى مفاجاه، انه حتى ممكن يبقى حصل وفاه لحما او لاب او ام او للطفل في العلاقه، واحنا مش مستغربين قوي احنا ليه مش كويسين. فببقى حاسه احنا ما وقفناش مثلا عند الوفاه او حاجه، فببقى حاسه هو احنا ما كلمناش في ده، ما عملناش بوست كده وكل واحد اتكلم انه حتى لو من غير ما نتكلم، يعني طب انت محتاجه ايه في الوقت ده، انت المفروض اتعامل ازاي معاك الفتره الجايه. ما هو دي لوحدها حاجه تخلي الرصيد من 10 ل 20. لكن بعدها بنلاقي بعد سنين نلاقي في النص كده مش عارفة مين اتوفى او مين عي او كنا بنجري علشان مرض او تعب حد. فبقول طيب ما يعني ده فاكتور اكيد اثر على العلاقة والانتمسي يعني بتاعتكم. طيب لان العلاقات عامه اللي في حياتنا هي حاجه زي ما احنا قلنا مالتي لايرد جدا، ودايما بتبقى كومبلكس، وفكره ان انا اتعرف على شخص وادخله حياتي ونبدا علاقه ونبني حياه دي حاجه كبيره جدا. فطبعا يمكن ما لحقناش نتكلم عن كل اسبكتس العلاقه، بس لو هتراب اب من كل الحاجات اللي انت اتكلمتي فيها، حاسه ايه يعني زي جمله اندنج او كلوزنج او نصيحه تديها لحد عشان ننهي الابيسود النهارده؟ يعني هقول انه احنا في سكة عمرنا ما بنعرف نفسنا للآخر. احنا بنفضل كل شوية زي ما بنقول كده ان هي زي الاونيون لايرز، كل شوية عمالين نكتشف لايرز جديدة وجديدة. فكمان لما يبقى معانا حد في علاقة حميمة وقريبة معانا، ده يتطلب انه كل واحد يبص في ورقته ويعرف روحه ويدي لنفسه الحق والوقت ان هو بين الوقت والتاني يقول للطرف اللي معاه هو وصل لإيه، وايه مخاوفه، وايه احلامه، وايه الحاجات اللي ما كانتش بتوجع زمان بس دلوقتي بقت بتوجع. وكل ده نوع من التشيك اب او التشيك اب للعلاقه. يبقى يعني بريفنتيف لحاجات تانية. لما بنهمل العلاقه وما بنعملش التشيك اب ده بنوصل للي احنا قلنا عليه، انه بنوصل في حته عندنا بقى يعني لستة من الحاجات من ايام الخطوبه ومن ايام ما عرفنا بعض وعمرنا ما اتكلمنا فيها. فاتوقع انه التشيك انز ار فيري امبورتنت وفايتال للعلاقه وجودتها. شكرا يا شيري.